بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم جميعا في قناة على مائدتي. مرحبا بجميع من انضم إلينا مؤخرا للقناة. مرحبا لأسرة على مائدتي. سمحوا لي على هذا التأخير، راني نطول عليكم شوية هذه الأيامات. الغالب راح عندي يعني العمل تاعي راح شوية أخذ الوقت نتاعي، ولكن اليوم رجعت لكم بوصفة جديدة اللي أنا ما طيبتهاش بزاف، اللي هي الدجاج بالزيتون الأخضر. أنا يعني متعوده ندير الزيتون البنفسجي، حتى ولو اني نفضل الزيتون الاخضر، ولكن الزيتون البنفسجي يعجبني في الدجاج بالزيتون. واليوم راني غادي نديره لكم بطريقه جديده تختلف على الطريقه تاعنا احنا في الغرب، وتشبه كتير الطريقه تاع ناس العاصمه وناس الوسط على العموم. بسم الله على بركه الله، نبداو الوصفه تاعنا. ما تنسوش الاعجاب بالقناه، ما تنسوش المشاركه، التعليقات تاعكم اللي نقراها جميعا ونجاوب عليها، وما تنسوش تدعموا القناه. يلا بسم الله. اليوم اختاريت باش نطيب في طاجين تقليدي. اول حاجه نديرها كيما يديروا ناس الوسط عموما وناس العاصمه بالخصوص، ناخذ سمن. انا ما ندير، احنا في الغرب ما نديروش السمن في الطاجين بالزيتون، وما نقلوش فيه ما نطيبوش به بزاف، يعني كيما ناس الوسط والعاصمه بالخصوص. نزيدوا عليه شويه نتاع الزيت، يعني راكم غادي تشوفوا بلي يعني هادو هما الوصفات التقليديه دائما تجي ميدمه. نخلو هذاك السمن شويه يذوب في الزيت، ويعني الطياب تاع السمن لذيذ شويه يجي ميدم، ولكن صراحه لذيذ. انا هنا غادي نحط الدجاج اليوم، ما راحش كونجلي، لذلك اختاريت باش نطيبه في الطاجين العربي. انا درت 2 طراف على حساب عدد. احنا تعرفوا قلتها لكم يعني شحال من مره، احنا ماشي عائله كبيره، لذلك ندير طراف على حسابنا. الا كان ضياف نزيد، ولا كنا يعني باغيين نديروا الحفله نزيدوا، ولكن اليوم راني دايره على حساب عدد افراد الاسره، راني دايره فخذ وصدر. وانتوما ديروا الطرف اللي تبغوه، يعني تبغوا ديروا كلشي فخاد ولا كلشي صدور، نتوما وما تفضلوا. المهم هاد الخطوه جد مهمه في الوصفه، هي اني غادي نخلي هاد الدجاج تاعي يتقلى على خاطره في الطاجين، ما نتقلقش عليه، نغلق ونخليه يتقلى حتى نشوفه باللي خدا هذاك اللون الذهبي، عاد باش نرجع نكمل الوصفه تاعي. الدجاج لازم يتقلى على الجانبين، يعني كي راه غادي يتقلى على هذه الجهه راني غادي نقلبو على الجهه الثانيه. في نفس الوقت انا راني موجده حبه بصل يعني لاباس بها كبيره نوعا ما، هاهي لا 3 تاع فصوص تاع الثوم، وهنا ربطه فيها اغلبيه معدنوس وشويه تاع قزبر، اي شويه تاع قزبر. راني خديت الاشواغ غادي نطحن فيه البصل الثوم والقزبر معدنوس، ونعاودو نرجعو باش نكملو الوصفه تاعنا. في هذا الاثناء احنا الدجاج تاعنا راه يتقلى في الطاجين على المهل. بعد ما خليت هذوك الطريفات تاع الدجاج تقلاو من الجانبين، نرفدهم يعني نحطهم في واحد الاناء، وهنا نحط هذاك البصل والثوم والقزبر معدنوس اللي طحنتهم مع بعض، نفرشهم كامل في الطاجين، ونبدا نحط عليهم في التوابل. لانه كما لاحظتوا في التقليه هذيك من غير السمن والزيت ما حطيت حتى حاجه، حتى الماء ما حطيتش، لانه انا بغيتهم يتقلاو. هنا نحطوا اكيد الملح الاول، ما نكثروش، ناخذوا بعين الاعتبار الزيتون، لانه لو حتى ولو غليناه يبقى محتفظ بنسبه الملوحه. سكنجبير اكيد، الكركب، وشويه نتاع فلفل اسود، ماشي حاجه كبيره، شويه فقط. نحرك هاد العناصر كلها مع بعضها باش تاخد البنه
توزع. وهذا البصل ما نخليهش يطيب ولا يتقلى، لانه هو اللي راه غادي يشكل لي هذاك لو فون نتاع المرقه، يعني يشكل التخت. وهنا الا كان عندكم طريفات تاع الكبده ولا القوينصات تقدروا تقصوهم صغار وتحطوهم في الطاجين. نعاود نرد هذوك الطراف نتاع الدجاج اللي قليتهم. دائما نردوهم على لاشير، يعني على وين كاين اللحم بزياده. انا هذا ثاني غادي نرده على هذه الجهه، ونسقيو بالماء الكافي اللي طيب لنا. كما العاده السقي يكون في الجناب، ما يكونش فوق اللحم ولا الدجاج. نسقيو بالكميه اللازمه اللي طيب لنا الدجاج تاعنا. نغلقوا على الطاجين ونخلوه يطيب على خاطره. من بعد نرجعوا باش نكملوا الكيفيه تاعنا. نحطوا الزيتون ونحطوا الليمون اللي راني مصبراته معاكم في وصفه سابقه، نحطوهم في هاد يعني ما نقدروش نتخيلوا طاجين بالزيتون بلا الليمون المصبر. انا صبرته يعني في الشتاء اللي فات، راه مازال باقي لي، وان شاء الله رانا في الخريف ورانا قريب ان شاء الله الى حين الله ندخلوا على المشتى ومازال باقي لي كميه. وان شاء الله غادي كيجي موسم ثاني نعاود نصبرها معاكم، ما ننساكمش. ولا بغيتو تمشوا للوصفات غادي نحطها لكم في صندوق الوصف. نخلو الطاجين تاعنا يطيب على خاطره ومن بعد نرجعوا باش نكملوا الوصفه. كما راكم تشوفوا خلافا للطواجين حنا تاع منطقه الغرب الجزائري، راني ما درت لا زعفران لا ملون غذائي، راني غادي نديرها مرقه كيما يقولوا العاصميين مرقه بيضه، ولكن هي ما غاديش تجي بيضه مادام راه فيها الكركب. بعد ما خلينا الطاجين تاعنا طاب يعني المده لاباس بها، كما راكم تشوفوا الدجاج بدا ياخذ اللون تاعو، المرقه بدات تبان الملامح تاع المريقه تاعنا، يعني مازال بقيت له حتى يتجمر تماما وعلى خاطرو ما نتقلقوش عليه. هنا في هذه المرحله راه طايب، يعني الطاجين تاعنا النسبه تاع 60%. ناخذوا هذوك الحبيبات تاعنا تاع الزيتون باش يطلقوا البنه تاعهم في الطاجين، شي حتى يطيب تماما. الا درنا طاجين بالزيتون لازم الطاجين تاعنا يكون فيه البنه من البدايه، ماشي من البدايه يعني حنا ما رميناهش في البدايه، نرموه في نص طياب. هذا الزيتون خليته هنا من الصباح في الماء، ومن بعد غليته غير شويه مع الليمون، طرف تاع ليمون وصفيته. ناخذ ايضا كما قلت لكم انا هنا عندي الليمون اللي صبرته، ناخذ قطعه نحلها على 2 ونحطها بهذا الشكل تاني هي باش تطلق الذوق تاعها، هذاك المميز اللي يميز لنا طاجين تاع الزيتون. نخلي الطاجين تاعي يطيب على خاطره ومعد نرجعوا باش نشوفوا الوصفه جاهزه معنا في الطاجين تاعنا. صاي الطاجين تاعنا وجد كيما راكم تشوفوا راه محمر يشهي. الليمون اللي صبرناه، الزيتون راهي على المرقه طبقبق اللي دار اطلع لفوقا. نتمنى ان شاء الله تجربوا بهذه الطريقه وتقولوا لي في التعليقات، خاصه الناس الغرب وهران وما جاورها من ولايات اللي مش متعودين نطيبوه بهذه الطريقه. منكم شهيه طيبه والى لقاء قريب، مع السلامه.